السلام عليكم خوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ صحه مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال في الف صحه وعافيه ان شاء الله يا رب. اليوم ان شاء الله نشارك معكم نهاري كيفاش داز، نهار واش منا نهار روتين يومي بالكل غنشارك معكم احبابي. كما شفتوا الثلاجه راني حولتها من المراح، كانت في المراح ودخلتها دابا الكوزينه، ودابا كنغسلو فيها انا وبنتي. كما شفتوا الثلاجه راني مغلفه، راه ماشي هذيك الثلاجه كتكون هكاك، راني مغلفه بالغلاف مع حسب لي انا شويه قدامت شويه، وقلت نبدل ليها نغير لها الديكور نبدلها شويه. المهم كاع اللي عندهم ثلاجات قدام ولا اللي فيهم اللي طاش ولا تصدى ولا شي حاجه ولا تقشروا، راه يقدر يغلفوهم بهاد البابي، راه تيجيو زوينين. الغلاف كاين فيه الزواق الالوان اللي بغيتي. المهم حبابي دابا نمسح الفران، حكيتو تنمسحو حتى هو، وبنتي كما شفتوا راه كتسيق بالكراطه، ونمسحو. نعاود نمسح الفريكو، حكينا ونعاود نمسحو. المهم الحباب الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك وبارطاج، وشكرا لكم بزاف. المهم احبابي كما كتشوفوا تنرجع داكشي اللي كان في الفريكو، تنرجعوا ليه مطيشه اللحم، داكشي كاع اللي عندي انا مجمده تنرجعو، ولكن داكشي راه بارد برد، تعرفوا مع هاد الجو بارد يدينا كزو وبارد بزاف على البنات. المهم غادي نرجع كلشي للفريكو، ومن بعد غادي ندوز باش نرجع الخضره للثلاجه، وغادي نتسنى عليها واحد 3 سوايع عاد نخدمها، لان كما كتعرفوا الثلاجه الا حولتوها من بلاصه لبلاصه على الاقل خصكم تخلوا واحد 3 سوايع ولا 4 عاد تخدموها، لان لي غاز ديالها تيتحرك من البلاصه تقدر تمشي فيها تمشي ليكم، فهمتوا؟ المهم الحبابات خليكم مع بقيه الفيديو، فرجه ممتعه، متبخلوش علينا بلايك.